السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بحاجة بسيطة، حاجة غرزة جميلة جدا، شكل شيك، ترند الصيف، بندانة او ربطة شعر زي ما بتسموها. حجمها متوسط، جميلة، عاملاها بخيط القطن عشان الصيف. اتمنى تعجبكم. كل التفاصيل هتبقى في الفيديو يا بنات. اهي غرزة جميلة جدا، والاطار بتاعها عاملاها بابسط صورة عشان كل المبتدئات يعملوها معايا ان شاء الله. شكلها جميل يا بنات، ممكن نستخدمها في اكتر من استخدام. يعني ممكن ربطة للشعر اللي هي البندانة، وممكن للوسط اللي هي شبه اللي هي بتبقى بالجنب دي. هنزل لكم الصورة دلوقتي بالتنفيذ بتاعها. جميلة يا بنات جدا، يا ريت تنفذوها وتقولوا رأيكم ايه. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ يا بنات، يا ريت لايك وتعليق وشير على قد ما تقدروا للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ولو لسه اول مره تشوفيني، يا ريت تقولي لي بتابعيني منين وعجبك الشغل ولا لا. ويا ريت يا بنات بس كده لفه في القناه شويه علشان الفيديوهات تترفع اكتر على اليوتيوب، عشان بس نفعل القناه يا بنات. يعني رجاء مني ليكم، لفه بس كده في القناه 5 دقايق عشان نرفع القناه. يلا نبدا الشغل. وعشان احنا في الصيف طبعا وهنعمل بندانه صيفي، هنستخدم ايه؟ هنستخدم خيط القطن. هنستخدم خيط القطن الايطالي. ممكن تستخدمي اليزا ديفا او اليزا كوتن جولد. ممكن تستخدمي اي نوع متوفر عندك، لانه اي خيط قطن هيبقى كويس. هنستخدم ابره 2.5 او 3. 2.5. هنبدا بسم الله. هنعمل الدايره السحريه يا بنات. الاول بمسك الطرف القصير ناحيتي كده، بلف على صباعي او 2 واعمل كده، باخد من تحت. هعمل كام؟ 3 سلاسل، 1 2 3. بعد ال3 سلاسل هعمل عمود. عمود مرة تانية، بلف الخيط، بدخل جوه الدايرة، بسحب الخيط واطلع من حلقتين. بعد كده ايه؟ حلقتين. كده عملت 3 عواميد اللي هي 3 سلاسل وعمودين. طيب هعمل 2 سلسلة كده، هعمل 3 عواميد تانية. بلف الخيط واسحب، بلف الخيط وادخل جوه الدايرة واطلع بالعمود حلقتين. بعد كده حلقتين، العمود التالت اهو. تمام. سلسلتين، يبقى ايه؟ 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد. بدخل مرة تانية واطلع بالعمود، بلف الخيط وادخل جوه الدايرة واطلع بايه؟ بالعمود. بلف الخيط ادخل جوه الدايرة واسحب الخيط. يبقى عندي 3 حلقات على الابرة اهي. هطلع من 2، بعد كده ايه؟ 2 كده. يبقى ايه؟ عملت 3 مجاميع. بعمل ايه بعد كده؟ بسحب الخيط ده بتاع الدايرة كده اهي، عشان الخيط رفيع. بس ايه؟ 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد، سلسلتين، 3 ايه؟ عواميد. بلف الشغل، بعمل ايه؟ 1 2 3، 3 سلاسل. الشغل هيبقى فين؟ في الفراغ. العمود مش هشتغل عليها دلوقتي، هشتغل فين؟ في الفراغ. بلف الخيط، ادخل جوه تحت السلسلتين واعمل ايه؟ 3 عواميد، 2 3. بعد كده سلسلتين، 3 ايه؟ عواميد. كل شغلنا كله تكرار، بس ايه؟ هنتبع تقنية معينة علشان تطلع معانا الشكل ايه اللي شفتوه كده. عمودين، ادي ايه؟ 3 عواميد. طيب علشان اوصل للفراغ ده كده هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هعمل ايه في الفراغ ده؟ هعمل زي دي بالظبط مجموعة تانية، 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد. عمود، 2 3، سلسلتين، 3 عواميد. الف الخيط وانزل جوه الفراغ واطلع من حلقتين، بعد كده حلقتين. ده العمود بتاعنا. عندي كده السطر التاني اهو، 3 عواميد، سلسلتين، 3 عواميد، 5 سلاسل، 3 عواميد، ايه؟ 3 عواميد.
طيب بلف الشغل كده واعمل ايه 3 سلاسل، 1 2 3. شغل فين؟ في الفراغ، 3 عواميد. انا بشتغل بالراحه يا بنات عشان المبتدئات بس ايه افهموا معايا شويه. اهي هي الغرزه سهله جدا، عباره عن عواميد وسلاسل، بس ايه عشان بس المبتدئات. سلسلتين، بعد السلسلتين اهو بدخل في نفس المكان بعمل ايه 3 عواميد. على فكره في ناس بتقولها عواميد وفي ناس بتقولها عواميد، انت بقى بتقوليها ايه؟ يعني كل واحد حسب ما متعود على الكلمه بس بتاعته. ايه اديك 3 سلسلتين 3. هندخل في الفراغ ده نعمل ايه الاول؟ قبل الفراغ هنعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. تمام. ندخل في الفراغ ده نعمل حشو. انا هنا في سطر ببني، السطر اللي جاي ايه ببني عليه. بعد الحشو هعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. بدخل في الفراغ ده هعمل ايه 3 عواميد وسلسلتين 3 عواميد. اتنين 3 سلسلتين 3 ايه عواميد، 1 2 3. تمام كده السطر ده كده. الف الشغل خلاص، احنا ملناش شغل هنا تاني في الفراغ ده خلاص. الف الشغل كده، اعمل 3 سلاسل كده. احنا بنكبر المثلث بتاعنا بالسلاسل اللي في النص. شغل فين؟ في الفراغ ده. هعمل برضو 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. علشان اوصل للفراغ ده بعمل ايه 5 سلاسل، 3 4 5. الاول بعمل حشو في ال5 دول زي السطر اللي فات. طيب في هنا قدامي في حشو في سلاسل. قبل ما اروح للسلاسل دي في الحشو دي هعمل 5 عمود. هعمل ايه بلف الخيط بدخل جوه الحشو دي هعمل 5 عمود. ادي النقطة المختلفة في السطر ده عن ايه السطرين اللي فاتوا، وده اللي هيبقى تكرار معانا في الاسطر اللي جايه، هو اللي هيكبر الشغل بتاعنا. 3 4 5. تمام. يبقى دي المجموعة بتاعتنا دي ثابتة، المجموعة دي ثابتة اللي على الأطراف. اللي هيتغير دلوقتي السلاسل والخمس عواميد اللي في النص مع الترتيب بتاعهم بس. ازاي 5 سلاسل عملنا 5 عواميد في الحشو. بعد ما عملنا ال5 عواميد اهي يبقى 5 سلاسل 5 عواميد. هنعمل حشو الخمس السلاسل اللي في السطر اللي فات كده. بعد كده 5 سلاسل 2 3 4 5. ليه؟ عشان نروح للفراغ ده اللي بنعمل فيه المجموعة الثابتة بتاعتنا اللي هي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. اهي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. واضحة؟ طيب هنلف الشغل مرة تانية كده. نعمل ايه 3 سلسلة ونعمل نفس الكلام هنا 3 سلسلة عمودين 3 سلسلة في الفراغ. اهي خلصت المجموعة دي. بعمل ايه اعمل 5 سلاسل 4 5. بروح فين اوتوماتيك؟ بروح في ال5 سلاسل دول بعمل ايه حشو. تمام. طيب هنا في ال5 عواميد دول وفي هنا ايه ال5 سلاسل. بعد كده بعمل ايه بعمل 5 سلاسل تانية
2 3 4 5. بعمل ايه؟ هعمل حشو. احنا دول كانوا 5 عواميد صح؟ 1 2 3 4 5. هعمل حشو في التالتة 1 2 3، يعني في النص بالظبط كده هعمل ايه؟ حشو. تمام. بعد كده 5 سلاسل حشو فين؟ في السلسلة دي. بعد كده 5 سلاسل هعمل المجموعة بتاعتي الطبيعية اللي في الفراغ ده اللي هي ثابتة على الجناب، هي 3 عواميد سلسلتين. كده اهي. يبقى السطر ده انا بنيت للسطر الجاي اللي هو عملت له اساس اللي هو سلاسل. هبني السطر الجاي اللي هعمل عواميد في النص هنا بس بطريقه معينه هتشوفوها دلوقتي. هعمل ايه الاول؟ طبعا المجموعه دي معروفه خلاص الثابته. هعمل 3 سلاسل ثم هنا ايه 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. هنعمل 5 سلاسل ده اساسي. 1 2 3 4 5. هنعمل ايه؟ هنعمل حشو في الفراغ ده، اول فراغ هنعمل فيه حشو. تمام. هنا الشغل بدأ يتغير شويه فركزوا فيه. عملنا 5 سلاسل حشو. بعد كده بنعمل ايه؟ في حشو على طول وراها اهي هنعمل فيها 5 عواميد زي السطر اللي فات تحت الحلقتين اهو كده. بدخل اعمل ايه 5 عواميد. 1 2 3 4 5. بعد ال5 دي بعمل حشو في الايه في السلاسل دي اللي وراها على طول. انا كده عملت 5 سلاسل حشو، 5 عواميد في الحشو في السطر اللي فات، حشو في السلاسل اللي بعدها. تمام. طيب في هنا هعمل 5 سلاسل اهي 3 4 5. اسيب الحشو دي ماليش دعوه بيها. هعمل ايه حشو هنا اهي. تمام. بعد كده في حشو في سلاسل هعمل 5 عواميد هنا زي دي. بلف الخيط بدخل تحت الحلقتين هعمل 5 عواميد. بعد ال5 عواميد اهي يا بنات هنعمل ايه؟ هنعمل حشو في السلاسل اللي وراها على طول. بعد كده 5 سلاسل 2 3 4 5. هنا ثابت عندنا المجموعه دي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد نعملها. ثلاثة. بنلف الشغل نعمل ايه 3 سلاسل نفس المجموعة دي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. خلصنا المجموعة هنعمل 5 سلاسل 4 5. هنعمل ايه السطر ده يا بنات بنأسس فيه للسطر الجاي. يعني هنعمل هنا حشو سلاسل. بعد كده بنعمل 5 سلاسل 5. بنعمل حشو في نص العواميد دي بالظبط. بعد كده 5 سلاسل 5. بنعمل حشو في السلاسل. بنعمل 5 سلاسل نعمل ايه حشو في نص العواميد. يبقى السطر ده سلاسل تأسيس للسطر اللي جاي. 5 سلاسل حشو 5 سلاسل. المجموعة الثابتة اللي هي على الجناب بتاعتنا اللي هي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد نعملها على طول. خلصنا المجموعة اهي كده عملنا التأسيس. نلف الشغل نعمل 3 سلاسل. بعد كده المجموعة الأساسية بتاعتنا اللي هي على الجنب كده السطر ده
كله كده تكرار، سطر تأسيس وسطر ايه العواميد، عشان نعمل المجاميع بتاعتنا. من مجموعة هيبقى 2، هيبقى 3، 4 وهكذا لحد المقاس اللي انت عايزاه. بعد دي هنعمل ايه 5 سلاسل، 3 4 5. بعد ال5 سلاسل بنعمل حشو السلاسل اللي وراها على طول. في هنا يا بنات اهي حشو قبل المجموعة بنعمل فيها 5 عواميد. 1 2 3 4 5. بعد العواميد بنعمل حشو في السلاسل المباشر وراها. بعد كده بنعمل 5 سلاسل. هنا هتخطى الحشو دي اللي هي فوق العواميد، مش هشتغل فيها، انا بشتغل في الايه بين العواميد، لكن اللي فوق العواميد لا. هعمل حشو دي كده في السلاسل اللي وراها. هنا في حشو اهي بين المجموعه والمجموعه اهي، هعمل فيها ايه العواميد. واحد 2 3 4 5. بعد العواميد بنعمل ايه حشو في السلاسل اللي وراها على طول. 5 سلاسل. بنعمل ايه بنتخطى الحشو اللي هي فوق العواميد، بنعمل ايه بنعمل حشو في السلاسل دي. بعد كده هيقابلني الحشو ده اللي بين المجموعه وبين دي كده، هشتغل فيها ال5 عواميد. 3 4 5. بعد العواميد بعمل ايه حشو في السلاسل اللي وراها. بعد كده بعمل 5 سلاسل، 3 4 5 اللي بايه للمجموعه دي اللي هعمل فيها المجموعه الثابته بتاعتنا، اللي هي 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد كده. تمام كده عملنا مجموعه 2 3. السطر الجاي ده هيبقى تأسيس سلاسل، السطر اللي بعده العواميد. هشرح تاني يا بنات معلش. بدأنا 5 سلاسل الأولى دي اللي بين المجموعتين، بعد كده رجعنا عملنا العواميد دي في النص 5 سلاسل حشو، وهكذا 5 سلاسل حشو. الإطار ده ثابت. بنرجع سطر تأسيس سلاسل هو الجاي ده، بيبقى 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو على العواميد، 5 سلاسل حشو وهكذا. السطر اللي بعده بيبقى العواميد بين كل 2 عمود، هو اللي بنعمل المجموعة الجديدة. يعني هنا هنعمل مجموعة 2 3 4 5، يعني كل مرة بيزيد مجموعة 1 2 3 4 الجاية 5، بعد كده 6 7 وهكذا لحد الطول اللي انت عايزاه. تمام انا هكمل ده بره الكاميرا وارجع لك تاني نشوف الطول المناسب ايه للبندانة ونكمل شرح. انا اكتفيت بالطول ده يا بنات اهو. عملت حوالي 16 صف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16. الطول ده مناسب كويس لبندانة شعر سكارف صغير. فاضل هنا الرباط اللي بيربط ايه السكارف، او حتى لو على الوسط نفس الفكرة، لو على الوسط كده بس لو كبرت شوية تتربط برضو بالرباط هتبقى ايه جميلة جدا. طيب انا هنا وقفت فين؟ انا بعد ما خلصت صف اللي هو فيه العواميد والسلاسل، عملت صف السلاسل اللي هو ايه اللي كنا مسمينه تأسيس. تمام وقفت عنده. ليه بقى؟ علشان لما اعمل الرباط وهرجع هعمل هنا حشو، هيبقى سهل على السلاسل غير الايه السلاسل والعواميد. تمام. طيب احنا عاوزين نعمل الرباط دلوقتي. انا ما قطعتش الخيط ولا اي حاجه خالص، وقفت اهو. كان اخر حاجه صف السلاسل ال5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو وهكذا. هعمل ايه؟ احط الابره، هعمل عدد من السلاسل حسب الطول اللي انت عاوزاه، 60 70 سلسله حسب الطول. عملت حوالي 55 سلسله اهو يا بنات، الطول مناسب ده كويس. هعمل ايه؟ انا عاوز اعمل لها حاجه هنا زي ورده او اي حاجه صغيره. هلف الخيط على الابره في ثالث سلسله 1 2 3، ادخل فيها كده واطلع، شد الخيط واطلع لفوق اهو. مره تانية بلف الخيط على الابره وادخل نفس السلسله نفس المكان واسحب الخيط لفوق. مره ثالثه بلف الخيط على الابره وادخل نفس المكان. انا بايدي دي ماسكه الخيط على الابره عشان ايه ما يروحش مني.
وادخل كده في نفس المكان واطلع بيهم كلهم كده. تمام. بلف الخيط على الابره واسحب سحبه واحده من الخيط كله واقفل عليها بسلسله اهي. دي اسمها غرزه الحبه او الحمصه. بص هعمل ايه تاني، بشد الخيط مره تانية كده اهي، اسحب الخيط. بصوا في نفس المكان اللي انا طلعت منه ده اهي، تحت الحلقتين كده، اطلع لفوق مره تانية نفس المكان اهي، لفوق كده مره ثالثه نفس المكان لفوق. بعد كده بسحب الخيط واطلع منهم ايه كلهم واقفل عليها بمنزلقه كده. تمام. هقفل فين؟ انا كده هرجعها تاني كده اهي. شايفين دي السلسله اللي كان فيها الشغل، السلسله اللي بعدها على طول هدخل فيها كده واطلع بايه بمنزلقه كده. قفلت عليها، مجرد بس حاجه بسيطه ايه تميز الشغل بس كده. دلوقتي احنا معانا السلاسل اهي. بدخل في كل سلسله هعمل ايه، هعمل حشو عاديه خالص كده. الغرزه اللي وراها اهي كده كده، الغرزه اللي وراها همشي حشو لحد هنا. تمام. كل سلسله فيها ايه غرزه حشو، يعني بدخل كده واطلع بعمل حشو. خلصت لحد هنا وارجع لك. خلصت الحشو اهي يا بنات كده اهي لحد اول العواميد اهي. هعمل ايه برضو حشو، يعني فوق كل عمود حشو. هما كانوا 3، هيبقى ايه 3 حشو ورا بعض اهي. تحت الحلقتين بدخل واعمل ايه حشو. كان في سلسلتين هعملهم 2 برضو ايه حشو. 3 عواميد هعملهم ايه 3 حشو. انا قصدت ان انا اقف عند السطر اللي هو كله سلاسل عشان هتبقى الحشو منتظمه، غير السطر اللي قبله اللي هو مره سلاسل مره عواميد، فهتبقى فيها ايه فوق وتحت كده. فاهمني؟ طيب احنا هنا الخمس سلاسل هنعمل فوقيهم كام 5 حشو، مش هنغير حاجه. 5. هنا كان في حشو نعمل فوقيها حشو عادي. السلاسل برضو حشو، يعني انا كده ماشيه منتظمه. السلاسل حشو فوق الحشو حشو. تمام. 4 5 وادي الحشو ايه فوقيها برضو حشو. تمام اهي كده هتدي شكل ظريف برضو في الاخر. بصوا انا هكمل لحد اخر البندانه كده هنا حشو. تمام. بعدها هعمل ال55 سلسله زي دول، واعمل دي برضو الحمصه او الحبه دي، وارجع بحشو لحد هنا ونقفل هنا ونقص الخيط. انا هكملها حشو واعمل السلسله والحشو وارجع لك هنا اقص الخيط وننضفه مع بعض. خلصت اهو يا بنات، عملت الحشو في السلاسل كلها، وعملت ال55 سلسله والحمصه، ورجعت عليها على السلاسل تاني حشو لحد اخر غرزه اهي. هقفل فين؟ في اول غرزه حشو عملناها اهي. تمام. سلسله في الهواء كده تثبيت، نقص الخيط، ننضفه. ندخل في الغرز كده بين الغرز الضيقه الحشو كمان اهي. رايح جاي يا بنات بالغرز لحد ايه نثبت الخيط. تمام، عشان الخيط ايه ما يطلعش بسرعه. هنقص الخيط بتاعنا خلاص الزياده كده. البندانه بتاعتنا خلصت يا بنات اهي، شكلها لذيذ، الغرزه جميله جدا، ممكن نعمل منها مشاريع كتير كمان. لو عايزه تكبريها في المقاس ده مناسب كده. كده الفيديو بتاعنا خلص يا بنات.
اتمنى تكونوا استفدتوا منه. قبل ما اخلص الفيديو عاوزه اوزنها لكم. بصوا كده الميزان بتاعنا اهو، صفريه. يعني يا ريت كل واحده يبقى عندها ميزان مطبخ زي ده، سعره مش غالي بس هيفيدك جدا في شغلك. بص كده طبقيها، وزنها رقم كام بالظبط اهي، 37 جرام. تمام. دي عشان خاطر رفيع وحجمها متوسط. لو عايزه تكبريها شويه هتبقى 50 جرام مثلا. تمام. يبقى ايه، خلاص كده عرفنا البندانه بتاعتنا هتاخد حوالي 50 جرام. لو كبيره شويه 60 جرام اهي كده. شكلها لذيذ وجميل. ترند الصيف ده يا بنات، يلا ركزوا ورايا ان شاء الله يطلع احلى من ده كمان. اتمنى لكم التوفيق، وقولوا لي عاوزين ايه تاني. هي في اشكال بندانات كتير، انا حبيت اشرح لكم الطريقه المبسطه. وفي اللي بترتر، وفي اللي ليها دلايات هنا او شراشيب. فلو عاوزين اي شكل تاني قولوا لي وانا تحت امركم. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولايك وشير وتعليق يا بنات، قولوا لي رايكم. واتمنى يعني المشاهده تزيد يا بنات الفتره دي عشان القناه تتفعل. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.